تعالوا من غير سلق ولا تحمير ولا خطوات كتير هنعمل مندي الفراخ بأسهل طريقة مع الرز البسمتي المبهر بتسوية واحدة وفي صينية واحدة مفلفل وذهبي، وتتبيلتها التحفة اللي هتخليها دايبة وأطعم وأحلى من الجاهزة، ومش هنحتاج مطاعم تسويها لنا لأي مناسبة أو عزومة من حلاوتها. تعالوا نشوف طريقة. تعالوا نبدأ بأول حاجة الفراخ. أي وزن بيمشي قوي مع الوصفة دي، سواء وزنها كبير أو قليل. المهم نغسلها كده الأول غسل على السريع ونصفيها ونشيل أي زيادات فيها. لازم أقسمها بالنص وأشيل العمود الفقري اللي ورا بالشكل ده. بعد كده هقسمها بالنص بالطول، ده شكلها زي ما انتم شايفين كده. غسلتها وصفيتها على السريع، وكالعادة لازم أعصر عليها ليمون بيخلي لونها أفتح وتبقى ريحتها حلوة جدا حتى بعد التسوية. قلبتها كويس وكده خلاص الفراخ عندي بقت جاهزة. أحطها في صينية وكده زي ما انتم شايفين. المهم تكون متصفية تماما من أي مية فيها. تعالوا بقى نعمل ألذ تتبيلة للفراخ تحفة جدا. في بولة هضيف كوباية من الزبادي صغيرة، لو ما فيش نص كوباية من الحليب، عليها معلقة خل. هنسيبها دقيقة هتتكتل تبقى زي اللبن الرايب أو شبه الزبادي كده. بعد كده أضيف عليها معلقة صغيرة من الثوم المفروم، كمان معلقتين كبار من الصلصة. تعالوا بقى نشوف التوابل القمر دي. ده الفيديو اللي عملنا فيه التوابل في البيت، حلو جدا يا جماعة. فايته كتير اللي ما عملش برطماني التوابل ده. اسمها توابل كيجن، فيها كل التوابل الفراخ محتاجاها، خطيرة جدا. توليفة التوابل حلوة قوي. هكتب لكم مكوناتها تحت الفيديو، او تقدروا كمان تشوفوا الفيديو اللي فيه كل التوابل دي سواء للفراخ او اللحمه. هاخد من توليفه التوابل دي معلقه كده صغيره واضيفها على الخليط السابق، وكمان ربع كوبايه من الزيت العادي او زيت الزيتون. قلبوا وظبطوا الملح تمام. هتعملوا احلى تتبيله للفراخ خطيره، على طول ننزل بيها على الفراخ. قلبوا بقى كده وغلفوا الفراخ كويس قوي بالتتبيله، وما تنسوش كالعاده نسيب معلقتين كبار من التتبيله على جنب، ويفضل نسيبها فتره، لكن انا بالنسبه لي كمان اشتغلت فيها على طول. تعالوا بقى نعمل تحبيشة الرز البسمتي الذهبي المبهر الخطير. في طاسة أو صينية على النار أحط مكعب كده ماء وعادل معلقة كبيرة زبدة، وعليهم معلقتين 3 زيت. خلي بالكم الرز البسمتي مش بيحب الزبده زي الرز العادي. شلت جزء من مكعب الزبده، هقول لكم ليه. اول ما الزبده والسمنه يسخنوا كويس هضيف لومي او اللي هو الليمون المجفف مع عود من القرفه وشطه حاره وكبابه صيني او فلفل اسمر حصى وحبهان. الموجود عندكم حصى ضيفوه. شوحتهم دقيقتين كده ريحتهم تطلع. كنت مجهزه بصلايه كبيره مقطعه صغير، شوحتها يا دوب بس لونها يبقى فاتح. هنزل بمعلقه حلوه كده صغيره من الثوم المفروم. اول ما ريحته تطلع هنزل بجزرايه مبشوره بالشكل ده كده. هنقلب الجمال ده كله كده مع بعض زي ما انتم شايفين كده دقيقتين بس. ده البرطمان التاني اللي عملناه في فيديو التوابل محوجه من البيت، اسمه توابل لحوم وطواجن. طبعا دي انا اللي محوجاها زي ما قلت لكم. هكتب لكم مكوناتها تحت الفيديو، بس يا ريت تجربوها وتشوفوا الفيديو وتعملوها. توليف التوابل حلوه جدا اللي محتاجها الرز عشان يبقى مبهر وحلو قوي. هضيف منهم معلقه، كمان هضيف بودره زعفران علشان اللون، وقلبوا بقى. شايفين الحلاوه خطير والريحه تجنن. بعد كده ده رز بسمتي مغسول مش منقوع، يعني قعدت اغسله لحد ما الميه بقت رايقه. قلبوه كده لحد ما يبقى مفلفل بالشكل ده. طبعا الاول بيكون على نار عاليه، بعد كده نار هاديه شويه بس لحد ما يفلفل كده وياخد لون وروايح من بعضيهم. هاخد كده الرز زي ما هو واحطه في صينيه اللي هتدخل الفرن ونفرده بالشكل الحلو ده. شايفين الحلاوه؟ هجيب بقى ميه سخنه من الكاتل على طول تكون نفس مقدار الرز، لا اكتر ولا اقل. يعني حطيته كوبايتين رز هنحط كوبايتين ميه يكونوا سخنين كده. ولو مش هتعرفوا تقدروها يعني يا دوب عقله صباع بس فوق الرز من الميه. ظبطوا الملح وحطيت فلفل حار اخضر واحمر. هحط شبكه على الرز. طبعا معظمنا عنده الصينيه دي دلوقتي، لما فيش ممكن تحطوا شبكه الفرن. وبعد كده رصيت الفراخ اللي احنا كنا متبلينها. انا سبتها وقت بس الخطوات دي في التتبيله. بقيه التتبيله اللي قلنا عليها يا جماعه نشيلها، هحطها على الوش، منها انها هتدي تتبيله تاني للفراخ، وكمان هتنزل على الرز والطعام. غطوها بقى بورق زبده وبعدين ورق فويل، وعلى فرن متسخن 180 رفه او تسيبوها بالظبط كده ساعه، ساعه و5 دقائق او 10 دقائق لو الفراخ وزنها كبير. وبعد كده هقول لكم نعمل ايه. ده مكعب الزبده اللي قلنا هنشيله، انا سيحته وضفت عليه معلقه زيت وبودره زعفران وقلبناه عشان ناخد لون المندي الحلو اللي بنشوفه في المطاعم. دي الفراخ بعد ما قعدت ساعه وخرجت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. مهما اقول لكم يا جماعه مش هتتخيلوا الريحه عامله ازاي. هدهنها بقى من السائل اللي احنا عملناه ده اللي هو لون الزعفران والزبده، ودهنتها ودخلتها تحت الشوايه تاخد اللون التحفه ده. لا تقولوا لي مطاعم هتعملها احلى منكم، ولا اي حد يعملها لنا في اي عزومه ولا حتى في اي مناسبه. خطيره يا جماعه، حلوه جدا، تمشي كمان مع الديك الرومي الحلو قوي اللي نعمله. وتعالوا كده شوفوا لي واحكوا لي على الرز. الرز مفلفل مبهر خطير جدا.
ركزوا كده، بصوا قد ايه مفلفل وحلو. كمان ارضيه الصينيه ما فيهاش اي سوائل، مقدار مظبوط جدا جدا للرز. شايفين؟ هو ده المقدار المظبوط ليه. وتعملوه حتى لو اول مره تعملوه، اعملوه ما تقلقوش، هتطلعوه احلى من المطاعم اللي بنروح ناكل المندي فيه. فردت الرز كده على صينيه التقديم وشويه بقدونس او ورق من الكزبره الخضراء، وضفت الفراخ على الوش والخضار المشوي ده اللي هو الفلفل مع الرز. رهيب. شايفين قد ايه دايبه وجميله؟ قولوا لي مين هيعمله احلى منكم. جربوه واعملوه بالطريقه دي، وانا متاكده انها تعجبكم ومحدش يعمله احلى منكم بعد كده. وكالعاده اكتبوا لي رايكم في كومنت جميل زيكم لو عجبكم الفيديو. صحتين وهنا يا رب.